شكرا. فريق العدالة عند الشيخ سيدي الطلبة 3 دقائق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بمعالي الوزير الأول والطاقم الحكومي المرافق له، كما أرحب بالسادة الزملاء النواب. صاحب المعالي، نتشرف اليوم في غرفتنا الموقرة بمثولكم أمامنا للمرة الثانية من أجل عرض نتائج برنامجكم الحكومي للأشهر الخمسة الفارطة من سنة 2024 وعرض آفاق عملكم لسنة 2025. ويمكن اختصار القول فيكم بالمثل القائل: أنجز حر ما وعد. فلقد التزمت حكومتكم ب 46 مشروع وأنجزتم منها 41 مشروع، وبقيت 5 مشاريع أقصاها سينتهي العمل فيه إبريل القادم. معالي الوزير، لقد أحدثتم ديناميكية غير مسبوقة بالعمل الحكومي من خلال المتابعة اليومية والإشراف المباشر على عمل اللجان الوزارية، وهو ما آتى أكله في ظرف زمني قياسي، وقد شملت إنجازاتكم كل جوانب الحياة. وهنا سأركز على انتهاء الأشغال في جسر الحي الساكن في ظرف زمني قصير، وتقدم الأشغال في جسر مدريد، وحركية نواكشوط التي سيكون لها بالغ الأثر على انسيابية الحركة في نواكشوط، وكذلك منصات عين والصحة والتعليم والبعثات الوزارية التي جابت الوطن لحصر الأولويات، وهي خطوة غير مسبوقة تحسب لنظام صاحب الفخامة، وكذلك خفض الأسعار وعصرنة مدينة نواكشوط. وفي آفاق العمل لسنة 2025 سطرتم في شكل غير مسبوق برنامجكم في نقاط قابلة للمحاسبة تمثلت في 304 نقاط موزعة بين مختلف محاور برنامج صاحب الفخامة، الذي هو البوصلة التي توجه عملكم والمرجعية التي تتكئون عليها في عملكم. وقد توزعت على النحو التالي: محور بناء دولة قوية ومؤسسات قوية 35 التزام، محور بناء اقتصاد قوي ومرن 166 التزام، محور رأس مال بشري مؤهل 90 التزام، محور إحداث تنمية شاملة ومستدامة 6 التزامات، محور توفير وترسيخ الأمن والاستقرار 7 التزامات. وقبل أن أنهي مداخلتي معالي الوزير الأول، أود أن ألفت عنايتكم إلى أن دائرة الانتخابية الطويل تعاني من جونة من النواقص سبق وأن سلمتها للبعثة الوزارية التي زارت الولاية. ونظرا لضيق الوقت سأركز على النقاط التالية. معالي الوزير، مشكلة الطريق والذي أصبح يؤرق الساكنة، نود أن نعرف بالضبط متى تبدأ فيه الأشغال. هنا مشكلة المياه. صاحب المعالي، هناك حفارة ننتظر قدومها منذ سنة وما زلنا ننتظر، نظرا للحاجة الماسة لها في حفر رقاص سبق الوزارة أن قامت بالتنقيب فيها. وهنا نذمن دور مشروع الثروة الحيوانية للتدخل في المقاطعة. التشغيل. معالي الوزير، ساكنة المقاطعة حملتني بإبلاغكم بعدم ارتياحها لمستوى التشغيل في أوساط أبنائهم رغم حصولهم على المؤهلات العلمية المطلوبة وانحدارهم من الطبقات المستهدفة بالإنصاف. التعليم. معالي الوزير، المقاطعة بحاجة ماسة إلى 30 مدرس في الطاقم التعليمي لرفع التجويد عن المدارس وفي بناء مدارس، لأن التلاميذ هناك لا يزالون يدرسون فيها عريشة، وكذلك ترميم مدرسة الطارق وثانوي التطوير. وفي الختام أهنئكم معالي الوزير على العرض القيم الذي قدمتم، والسلام عليكم ورحمة الله.